لو أنت لسه بادئ تتعلم إنجليزي، فأنت أكيد بيقابلك حاجات مخلّياك متلخبط ومحيّراك. في السلسلة دي هندّيك شوية tips and tricks هتحل لك شوية من اللخبطة دي. أول حاجة هنبدأ بيها هي حرف الC. الحرف ده هو واحد من حروف كتير في الإنجليزي بيكون ليه أكتر من نطق، فخلّينا نبُص على واحد من الأصوات اللي الحرف ده بيعملها، وهو إنه يكون زي صوت حرف الK. لو حرف الC جه في بداية الكلمة وجه بعديه حرف متحرك زي A، O أو U، فإحنا بننطقه زي حرف الK بالضبط. فبنقول cat، cake، cook، coffee، cup وcut. وبننطقه برضه زي الK لو جه في بداية الكلمة أو في النُص وبعديه حرف ساكن، زي كلمات clean، class، cry، cream وdoctor. ولو هو آخر حرف في الكلمة، فإحنا بننطقه زي الK برضه، وده بنلاقيه في كلمات زي music، plastic، public، picnic وbasic. ومع ذلك لازم تعرف إن بيكون في استثناءات للقواعد اللي إحنا اتكلمنا عنها في الفيديو ده، زي الكلمات المستعارة من لغات تانية أو قواعد معينة مع حروف مختلفة زي الS والH، أو لو كان جزء من تركيبة حروف معينة، وكل دول هنتكلم عنهم في الفيديوهات اللي جاية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي إحنا بننزله عليها.